طبيعي جدا يا جدعان نخسر طالما اشباه اللعيبه دي عندك في الملعب. اللعيبه دي يا جدعان ما تصلحش انها تلعب في النادي الاهلي. ايه العش ده؟ ايه الكارثه اللي بيعملها العش دي؟ وايه اشرف داري اللي عمال يتاخد سبعات في تمانيات؟ مين يا عم الناس دول؟ وعمر كمال عبد الواحد ومحمد شكري اللي هو بتاع، والله العظيم محمد شكري ده شبه راجل يقول لك لما اجي خاطب الشعب المصري خاطب مين؟ مين يا معلم الناس دي؟ وحمزه عبد الكريم ده يا جدعان ما يلعبش يا جدعان لحد اما يروح برشلونه. الراجل ده طول ما هو بيلعب كده مش هيروح بجد والله العظيم. انت كده بتضره مش بتفيده. انا اسمع عن حمزه عبد الكريم ده بيطير بجناحات، فيش النهارده ما ادانيش حاجه. جراديشار ده يتحسب عليا انا اجنبي؟ جراديشار ده ما فيهوش يا جدعان خالص. محمد شريف النهارده انت لو كنت بتلعب بناشئين كانت الدنيا تبقى اهون شويه. والله العظيم يا عم الناشئين كان عملوا شغل عنهم في البطوله اللي فاتت دي. انما ايه ده؟ ايه منظر اللعيبه دي؟ مفيش يا جدعان تمركزات، مفيش عمق، مفيش شوط على المرمى، حتى الهيدز يا جدعان مفيش اي حاجه. الاهلي ما بيعملش اي حاجه عشان تكسب النهارده. محمد طاهر قمه السذاجه زي محمد هاني. انتوا يا جدعان واضعين زباله يا جدعان. انت عبيط يا ابني، انت اهبل يا ابني. يا ابني احنا بلعينكم بالعافيه والله العظيم ثلاثه. انتوا هنا يعني انتوا بالنسبه لنا واقفين هنا كمان بتعملوا غلطات ما يعملهاش ناشئين بجد والله. يعني انت عارف عندك انذار، تدخلاتك غشيمه جدا، وداخل برضه على رجل الراجل بتلعبنا شوط كامل، شوط وحاجه بنلعب 10 لعيبه. مش ممكن يا جدعان. اللعيبه فاقده كل اساسيات الكوره. جراديشار بيضيع انفراد غريب جدا اول 7 8 دقايق كان ممكن يهينك الماتش بطريقه غريبه جدا. مش ممكن يا جدعان. ده محسوب عليه اجنبي؟ مش ممكن. ده انا بشوف يا راجل الناس بتطير. ايه اللي انت بتعمله ده؟ اشرف ده النهارده مسح النجيله والله العظيم. العيال النهارده مسحته النجيله. مفيش يا جدعان، لازم يطلع الراجل. مفيش يا جدعان خالص، ما عندوش اي حاجه يديها لك. خط دفاع طقم حلل والله العظيم ثلاثه يا جدعان. خبز عجين انتوا بتعملوا. مفيش دفاع يا جدعان. دفاعك تمركزات. حتى الجون الثاني العش سايب الراجل المهاجم وراح يقف جنب سيحه مصيبه كمان. سيحه ده اللي بينط متاخر ده. انت يا ابني تحطها في جون يا حبيبي. خش يا باب. يعني هم كمال عبد الواحد برضه وقف ساب الراجل. الاثنين اعتمدوا على بعض. ما تكمل يا عمر مع الراجل. حط رجلك ضايقه حتى الراجل في الشوط. العش انت سبت الراجل بتاعك لعمر كمال ودخلت جوه عند الجون تعمل ايه يا باشا؟ ده الراجل بتاعك يا جدعان. تمركزات صعبه جدا. مفيش المان تو مان. مفيش يعني الناس بجد ما عندهاش اساسيات حتى لعبه الكوره. احمد رضا اللي الواحد كان عشمان انه يلاعب الناس مفيش. نسي يا جدعان الكوره خالص. مفيش النهارده حد يقدر يقول لي يا جدعان الناس دي مين عمل ايه في الملعب النهارده. انا بالنسبه لي الوحيد اللي كان شويه وخد حبه صغيرين عمر بن سيد معوض. ده بالنسبه لي شويه اللي هو تحس ان الواد عنده. بقيه اللعيبه يا جدعان انا ما شفتش حد النهارده يستاهل يلبس تيشيرت الاهلي. اللي انا طلعته من البطوله دي كل الناس اللي كانت موجوده في الملعب النهارده لازم تمشي. انت يا اهلي محتاج مفرمه، محتاج مجزره بجد والله العظيم. بدايه من عش، بدايه من داري ده لازم تخلص من داري ده يعني ببلاش. طلعوا يا عم سكه والله العظيم ثلاثه. طلعوا كده يعني لو عليه فلوس طلعه وانت الكسبان. وجوده بره النادي الاهلي ده مكسب لينا. حتى لو هندفع عليه فلوس مش ممكن ما تحسبلوش عليه اجنبي. عمر كمال عبد الواحد شكري اللي هو بتاع لما اجي خاطب الشعب المصري ده خاطب مين ابو بتوع ده هو شبههم. ده تحس ان هو جاي من زمن غير زمنه. فيش يا جدعان الراجل النهارده ما فيش. انا ما عنديش شمال ولا عندي يمين، ما عنديش اي حاجه. انت بتدفع نتيجه اللي انت عندك 7 8 لعيبه في منتخب مصر بس. انت الاهلي انا بالناشئين بلعب. انا مش اول مره يا جدعان. مش ممكن. نبيل كوكا بره النادي، محمد عبد الله ده منظر ناشئ. ايه يا ابني اللي حصل لك يا ابني؟ ده احنا كنا متعشمين فيك خير. ده منظر ناشئين يا جدعان الاهلي. حمزه عبد الكريم يا باشا شوف انت عايز تروح فين مع الف سلامه. محمد شريف كارثه مصيبه عندي في خط الهجوم مصيبه. محمد شريف الحاضر الغائب مروان محسن الثاني. مش ممكن يا شريف انت مش موجود ولا انت ولا جدشار. مش ممكن يا جدعان. ده انا بلعب 2 بمهاجمين وما شفتش شوطه، ما شفتش رفعه، شفتش اي حاجه خالص تدل ان انا عندي 2 مهاجمين في الملعب. مصيبه انتوا الاثنين في الملعب ما حسيتش بيكوا. ده بالنسبه لي انا كارثه. محمد طاهر تمن ماتش حلو باقي زي الزفت. مش ممكن يا جدعان. كل الناس اللي موجوده في الاهلي دي عايزه فرمطه. ده الطبيعي يا جدعان. ده يحصل انت تطلع من الدور 32 على ايد المصرية اتصالات. حاجه ضحك. منتهى العبث اللي بيحصل بجد والله العظيم ثلاثه. يعني اداء باهت، لعيبه تقف، مفيش خطه لعب، ما عندكش تمركزات صح، ما عندكش اي حاجه انت بتشوفها شكلها حلو حتى في الاهلي يا راجل. ده انت ماتش مقرف، ماتش كتوتال يعني اتفرج عليه. مش ممكن والله العظيم. فيش الهويه، مفيش حتى روح النادي الاهلي. مفيش. الناس اخر 4 5 دقايق خلاص طبعا الناس تعبانه وكله ماسك السمانه وكله خلاص عنده شد. فيش يا باشا الكلام ده. فين من الاول؟ انت قدام مصرية اتصالات بتجيب جون وبترجع بدل ما تجيب تعزز بالتاني والتاني. انت هتدافع قدام مصرية اتصالات وبتدافع؟ جبت جون وهتدافع يا جاحد يا جاحد. مش ممكن يا جدعان بجد والله.